الفل على عيونكم. معاكم قناه اكله وقصه. لو اول مره تشوفوني متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وشير. هنعمل مع بعض النهارده البسكوت القمر اللي انتوا شايفينه ده. هنعمل بسكوت العيد بالنشادر بالمكنه بطريقه سهله وبسيطه جدا. زي ما انتم شايفين شكله جميل والرسمه طالعه مظبوطه ما باظتش مننا، واللون حلو ومقرمش وجميل جدا وطعمه تحفه. نفسي ادوقه لكم. طبعا احنا بدانا في تجهيزات العيد، عملنا الغريبه والمعمول، وعملنا ملبن لحشوه الكعك، وعملنا السابليه. تقدروا ترجعوا لهم في القناه وهحطه لكم في صندوق الوصف. والنهارده هنعمل مع بعض بسكوت العيد بالنشادر. يلا بينا على المقادير بتاعتنا. معايا هنا كيلو من الدقيق نخلته لاول حاجه، ونزلت عليه ب 14 جرام من البيكنج باودر، يعني باكو بيكنج باودر كده الا حاجات بسيطه، ورشه من الملح، وهبدا اقلبهم مع بعض وهنركنهم على جنب. نيجي بقى للعجان بتاعنا. عندك عجان مضرب كهربائي، مضرب يدوي، تقدري تتصرفي باي حاجه وما توقفيش يعني. معايا هنا كوبايه ونص من السمنه الساقعه، حطيتهم في العجان وضربتهم كده ضربه خفيفه، وبعد كده نزلت عليهم بكوبايتين الا ربع من السكر البودره. انا الكوبايه ملياها على اخرها في السكر البودره، والربع كوبايه الا ربع دي سبت ربع كده حاجه بسيطه. يا دوبك ضربتهم بالمضرب الكهربائي. اول ما بدأ يختفي السكر بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، هتلاقوا السمنه دخلت مع السكر. هنبدأ بقى نجيب. معايا 4 بيضات، ومعايا هنا فانيليا. انا مستخدمه هنا 200 2 جرام من الفانيليا. انا معايا هنا الفانيليا الخام. لو انت هتستخدمي الفانيليا البواكي اللي هي بتبقى فيها سكر، هتستخدمي 4 بواكي من الفانيليا. زي ما انتم شايفين كده هبدأ انزل بالبيض سرسوب بسيط خالص، بيضه بيضه لحد ما يختفي. طبعا البسكوت ليه قصة مضحكة جدا ومميزة معانا. احنا عندنا في العيد كان دايما اهل بابا بيجوا يزورونا اول يوم العيد، فبنبقى مجهزين الصالون بتاعنا زي اي بيت كده، وفي علبة شيك كده بنحط فيها الكعك والبسكوت والبيتي فور. بنيجي بقى احنا بعد صلاة العيد الصبح بدري ونتسلى فيها زي الفيران ونقعد ناكل منها البسكوتات. ويجي بقى بابا لما بيجي يقدم للناس ويجي يفتح العلبة يتفاجئ إن هي نصها تقريبا متاكل أو 3/4. طبعا ماما بقى بتقعد تجز على أسنانها وتقول لنا انتوا أكلتوها ومنظرنا بقى وحش، بس احنا عادي يعني، أطفال، والأطفال بتعمل عمايل سودا. اكتبوا لي تحت في التعليقات ايه المواقف بتاعكم اللي ليها علاقة بالعيد. زي ما انتم شايفين كده يا دوبك البيض اختفى معايا واختلط مع العجينة. بدأت أنزل بالدقيق، نزلت بنص الدقيق بس عشان أضربهم وتتلم معايا العجين، وهنزل بنص التاني من الدقيق. دايما تخلوا فيه طبق كده على جنب معاكم. هتشيلوا كده من كيلو الدقيق 3 معالق على جنب، علشان خاطر نشوف الأول العجينة بتاعتنا تطلع طرية أو ناشفة. أنا دي اللي مستخدماه النهاردة، دي متعدد الاستخدامات، يعني مش دي كعك ولا بسكوت، دي عادي خالص، تقدري تستخدمي أي نوع دي عادي. أهم حاجة تدخلي الدقيق، بيدي نتيجة مبهرة وهتعجبك جدا. زي ما انتم شايفين كده حطيت بقيه المقدار بتاع الدقيق، وشلت 3 معالق من الدقيق لحد ما اشوف العجينه بتاعتنا هيحصل فيها ايه. لقيتوا يا جماعه العجينه نشفت منكم، هتزودوا فيها لبن. لقيتوها طريت، هتزودوا معلقه من الدقيق. ولكن المقادير دي مظبوطه بالظبط. لو انت عندك لقيتيها ناشفه هنزود معلقه من اللبن. زي ما انتم شايفين كده انا لقيت العجينه بتاعتي لسه طريه، حطيت ال3 معالق بتوع الدقيق والمقدار طلع مظبوط. كيلو الدقيق طلع مظبوط على المقدار اللي احنا عاملينه. هبدأ اضربها يا دوبك ضربتين يتلم كده معايا العجين. وبعد كده بقى نيجي نحط بقى ايه النشادر بتاعتنا. اهم حاجة في بسكوت النشادر ان كمية النشادر ما تزيدش عن حدها، يا دوبك معلقة كبيرة ممسوحة. لو عندك ميزان هيظبط معاكي جدا، 10 جرام بالظبط على كل كيلو دقيق. مهم جدا الخطوة دي. معايا هنا تلت كوباية من اللبن، يعني حوالي 80 جرام من اللبن، يعني أزيد من الربع شوية وأقل من النص. حطيت عليها المعلقة الممسوحة الكبيرة من النشادر، يا دوبك قلبتها تقليبة بسيطة كده وبدأت تفور. أنزل عليها بالعجين ونقلبها تقلبتين كده مع العجينة، يا دوبك تتلم العجينة بتاعتي وهنقفل عليها. وبكده العجينة بتاعتي بقت حلوة وجميلة. شايفينها طرية ازاي؟ تعرفي ان عجينتك ناجحة ازاي؟ تلاقيها كده بتطلع في ده الرسمة اللي احنا هنختارها.
تعرفي ان العجينه ناجحه، هتلاقي الرسمه بتاعتك بتطلع مظبوطه. لو الرسمه ما طلعتش معاكي مظبوطه يبقى كده العجينه طريه وهتحتاج منك معلقه او 2 من الدقيق، لكن جربوا الوصفه دي وهتطلع معاكم مظبوطه جدا. هندخلها الفرن على درجه حراره 160. هنولع عليها من تحت الاول، يا دوبك بتقعد كده حوالي ربع ساعه لتلت ساعه، وبعد كده هنولع الشوايه 3 دقايق 5 دقايق، ما تمشيش من جنبه عشان ياخد اللون الحلو. وبألف هنا وشفا، يا رب الوصفه تكون عجبتكم، وانتصروني في وصفات اخرى. شكرا ليكم على المشاهده، ولو الوصفه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك او سبسكرايب او شير. شكرا ليكم، باي باي.